لو انت طالب ثانوي عام، ثانويه ازهريه، ثانوي لغات، ما تفوتش الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايب قلبي دفعه ثالثه ثانوي 2025، يا رب تكونوا بخير. انا مش هطول عليكم، ولكن في اسئله كتير اتبعتت لي اللي هو احنا نبدا امتى يا دكتور، هو السنه بتمشي ازاي، الشرح بيمشي ازاي، نظام السنه بيبقى عامل ازاي. فانا قلت اعمل فيديو صغير كده ارد على كل الاسئله دي. مبدئيا كده المنهج بتاعنا بيبدا 15/8. ايه ده يا دكتور نبدا 15/8؟ ايه ده احنا متاخر قوي، احنا بدري قوي. اتقل وهقول لك ليه بادئ 15/8. والمنهج بتاعنا هيخلص تقريبا الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني من شهر 2، يعني في نص 2. فمن 15/8 لحد 15/2 تقريبا حوالي 6 اشهر. فانا تقريبا ما لقيتش حد بيخلص المنهج اسرع مني. وعايز بس افهمك حاجه، انا بخلص المنهج بسرعه، انا مش بكروت، لا انا بمشي بدي كل حاجه حقها، وبنمشي مع بعض بالراحه وبهدوء، وبنشرح وبنحل زي ما نشوف دلوقتي. ولكن الفكره اللي انا اخلص بدري ايمانا بالجمله اللي انا عارفها من وانا صغير وماشي بيها لحد دلوقتي وما خيبتش معايا: التكرار بيعلم الحمار. فبالتالي انا لما اخلص المنهج في نص 2 فيبقى معايا تقريبا لحد اخر شهر 5 اعيد شرح مره ثانيه، احل اكبر بنك اسئله ما شفتوش في كم اسئله لا يعد ولا يحصى. فبالنسبه لاول حاجه الشرح فيه نقطتين. النقطه الاولانيه هو التاسيس. اكيد حد شاغل دماغه يا دكتور انا في اولى وثانيه ما كنتش احسن حاجه. ما تقلقش، اي جمله ليها علاقه باولى وثانيه هتلاقيني دايما بقف واشرحها لك. وميزه محاضرات التاسيس اللي احنا بناخدها مش زي باقي الناس، اللي هو انا مش هعمل مثلا اول حصه او حصتين اتكلم على التاسيس بتاع اولى وثانيه، لا طبعا. انا اشرح عادي جدا من اول حصه هتلاقيني بشرح لك السبورت والموفمنت اللي هو باب اسمه الدعامه والحركه. فهشرح عادي جدا. ولكن قبل ما ابدا مثلا جزء النبات اقول لك خلي بالك انت خدت كذا كذا مثلا في اولى وثانيه. ولما نيجي مثلا ان شاء الله نخش على الباب الثالث هنشرح شابتر اسمه الريبرودكشن اللي هو التكاثر، هتلاقيني مثلا براجع لك على الانقسام الميوزي والميتوزي اللي هو الميوزس والميتوزس اللي خدته في سنه اولى. فما تقلقش من النقطه دي خالص. تاني حاجه احنا هنشرح مع بعض شرح تفصيل التفاصيل ان شاء الله، مش هنفوت كلمه ولا معلومه بين السطور، ومفيش كلمه ليها علاقه بالمنهج ان شاء الله هنفوتها. ده بالنسبه للشرح. طب النهارده شرحنا، هنيجي الحصه الجايه هتكون حصه حل. طب احنا هنحل من ايه؟ لو انت ثانوي عام او ازهر هنحل مع بعض من كتاب الامتحان، ولو انت لغات هنحل مع بعض من كتاب المعاصر. كتاب الامتحان او المعاصر من الكتب اللذيذه الجميله اللي مستواها متوسط اللي احنا نعرف نبدا بيها. وعايز افهمك حاجه بسيطه، لما اقول كلمه حل انا ما اقصدش والله الكتاب ده 100 سؤال احنا هنحل 100 ويا فرحتي احنا حلينا 100 سؤال، لا خالص. لما اقول حل انا هاجي على السؤال افنطه وافليه كده واقول لك طب لو شلنا كذا، طب لو عملنا كذا، طب لو انا قلت لك كذا بدل كذا، طب افرض قال كذا ما قالش كذا. فاحنا بنحل اكبر قدر من الاسئله بالطريقه دي. فبالتالي السؤال الواحد بتلاقي مثلا في الاخر مطلع لك منه حوالي 5 6 افكار، وده اللي يهمنا. احنا ما يهمناش احنا حلينا قد ايه، مع ان شاء الله احنا هنحل كم اسئله والله لا يعد ولا يحصى فعلا. ولكن المهم من اللي احنا نحل عدد لا متناهي من الاسئله. المهم ان احنا من كل سؤال بنطلع بفكره بتعلي مستوانا اكتر في المنهج وبتعمق فهمنا بالمنهج. طب تمام يا دكتور، احنا نمشي شرح وحل شرح وحل لحد ايه؟ لحد ما نخلص مثلا اول شابتر او اول باب اللي هو اسمه الدعامه والحركه او اسمه السبورت والموفمنت. لما نخلص اول باب هنخش مع بعض كده اسبوع في حاجه اسمها ورشه الكنز. من اسمها هي كنز حرفيا. في الكنز هنعمل حاجتين. اول حاجه هنقرا مع بعض او هنجيب كتاب التبس والتريكس اللي الحمد لله مالفه. اقسم بالله ما هتلاقي فكره مثلا في كتاب خارجي او في منصه مش هتلاقيها موجوده. يعني هتلاقي افكار كتاب الامتحان او يقابلها المعاصر، هتلاقي طبعا كل افكار كتب الازهر، هتلاقي كل الكتب العربي اللي تسمع عنها واللي ما تسمعش عنها، المؤسس، المرجع، الدليل، البرهان، كل ده كله اسئله المنصات او افكار المنصات. فالكتاب ده مش كتاب صغير، لا هو كتاب كبير ما شاء الله، هو عباره عن جزئين او 3. ده اول حاجه. تاني حاجه هنحل مع بعض كتاب التفوق. كتاب التفوق من الاسئله العاليه شويه عن كتاب الامتحان، فاحنا الحمد لله شرحنا وحلينا وعلينا مستوانا. يلا نخش في ليفل اعلى ونخش في كتاب التفوق. وبالله عليك امشي ورايا، لما اقول لك مثلا في الحصه اللي بعد الشرح هنحل كتاب الامتحان لانه متوسط، حل معايا. ما تجيش بقى تستنصح تقول لي طب ما انا كده لو هتحل يا دكتور التفوق في الورشه، طب ما انا امشي مثلا احل الدرس الاولاني مثلا من كتاب الامتحان واحله من كتاب التفوق عشان انا جامد فورتيكا وما فيش مني اتنين. اقول لك يا حبيبي امشي ورايا، مش لازم كل ما هاجي اعمل حاجه اقول لك خلي بالك لا ما تعملش كده، لازم تعمل كده عشان كده. مش لازم كل ما اروح حته افصل لك ليه. امشي ورايا. ما قلتلكش تحل الكتاب ده في الاول ما تحلوش، اللي اقول لك اعمله اعمله، واللي اقول لك ما تعملوش ما تعملوش. ده كتاب مستوى عالي، تيجي تحل من اول حصه شرح هتحس ان انت مش فاهم حاجه، هتحس ان انت حمار. طب ليه يا حبيبي؟
ما احنا لما مستوانا يعلى شويه احنا ماشيين بيبي ستيبس، خطوه بنعلى شويه شويه شويه، وفي حاجه اسمها ليرنينج كيرف، احنا كنا كده بنبقى كده بنبقى كده بنبقى كده. فساعتها انت هتكون مؤهل نفسيا او علميا وكل حاجه اللي انت تعرف تحل المستوى اللي عليه ده من الصعوبه، ومش هتحله لوحدك، انا معاك وفي ظهرك والله، ويل نيفر ووك الون. وهنفضل ماشيين بهذا المنوال، شرح وحل شرح وحل. لما نخلص الحته دي يلا نخش بينا على الورشه بتاعه الكنز لحد ما نيجي عند نص 2، نخلص المنهج في نص 2 ونبدا مع بعض بقى ايه الفاينل ريفيجن، المراجعه النهائيه. المراجعه دي هيبقى فيها شرح من الاول كانك ما تعرفش حاجه خالص، فيها بنك اسئله محترم لكل شابتر 200 و300 سؤال والله، وال 200 و300 سؤال كل سؤال بفكره وكل سؤال بمعلومه جديده. وكده احنا طبقنا على الافكار اللي احنا قريناها بتاعه التبس والتريكس. احنا مش بنقرا بس افكار، لا احنا بنقراها وبيجي وقت نعرف نستغل الافكار دي ونعرف نحل الاسئله. طب وحبايبي طلاب الازهر انا مش ناسيكم، احنا هنحل مع بعض غير الحاجات اللي انتوا هتحلوها معانا دي، هنحل مع بعض كتابين، كتاب المرشد وكتاب الذهبي. وما تستقلش بالازهر، حضرتك هتمشي معانا في كل الكلام اللي انا بقوله، لان الازهر امتحانه لا يستهان بيه. ما انتوا شفتوا 2022 و23 وحتى شفتوا 24 الاسئله الاختياريه، لا هي مستواها عالي شويه وقريبه من العام. وما تقلقوش انا هركز على الرسومات اللي عندكم والبيانات والافكار والتريكات اللي ليها دعوه بالازهر والاسئله المقاليه. واخر الفيديو اوصيكم بس بحاجتين، اول حاجه الاجتهاد قبل الذكاء. يعني ايه الكلام ده؟ ما تقعدش بقى معتمد ان انا فاهم وانا جامد وانا بعرف الم وصاحبي ده حمار بيذاكر 24 ساعه، لا حضرتك انت اللي حمار. يعني مثلا انا شخصيا ما كنتش من اكثر الناس ذكاء في الكليه، كنت ابقى قاعد في المحاضره كل الناس فاهمه ايه اللي بيتقال وبينتراكت كده مع الدكتور اللي بيشرح ويقولوا له طب لو حصل كذا، طب لو عمل كذا، وانا اصلا مش فاهم اسم الشابتر اساسا. بس لما كنت بروح البيت كنت بقعد اذاكر بال 12 ساعه بذاكر الشابتر ده. في الاخر الحمد لله طلعت من اوائل الدفعه، وصاحبي اللي بيفهم الجامد اللي فهمها من اول مره ما ذاكرش فنقص. تاني معلومه، التزم بالسيستم والكلام اللي انا بقوله. يعني لما اجي اقول لحضرتك هنعمل كذا ثم كذا ثم نحل كذا، لا ده مش هنحل دلوقتي، احنا هنحل قدام شويه. ثق في الكلام اللي انا بقوله لك، وخلي عندك يقين ان السيستم اللي انا حاطه ده احسن سيستم يطلعك فروم زيرو للهيرو. ولو حابين نبدا مع بعض طريق جديد، نبدا بدايه جديده في الاحياء او البيولوجي، في رقم تحت تقدروا تحجزوا من دلوقتي. وبالتوفيق.